السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير بإذن الله. النهاردة دي تاني سيشن لينا. سيشن هتكون عبارة عن إزاي نوظف لغة الجسد في العرض التقديمي أو في البرزنتيشن. هنتكلم عن حاجات كتيرة النهاردة، عاوزكم تكونوا مصحصحين معايا. هنتكلم عن السكيلز تنقسم لإيه، وأهم حاجة عندي في المهارات الشخصية وهي التواصل. بعدين هندخل على لغة الجسد، وبعد لغة الجسد هيكون في وركشوب في النهاية. يلا نبدأ. لو حصل اي حاجه بس بلغوني. كده تمام. كويس. طب السكرين ظاهره؟ ايوه زي الفل. طيب مين سمع التسجيل السيشن اللي فاتت ومين لسه؟ دي يعتبر السيشن الثانيه لينا. جميل، باشمهندسه شروق. الباقي ما حدش سمع السيشن مسجله. زي الفل، ما فيش مشكله. جميل، كويس. حلو. يعني التاسك بقى اللي هو تلخيص السيشن والنقاط المستفاده من السيشن. سريعا كده احنا كنا اتكلمنا السيشن اللي فاتت عن انترودكشن او تعريف كده بسيط عن البرزنتيشن، ازاي اعمل برزنتيشن، واتكلمنا عن اهميته وتعريفه، واتكلمنا عن الانواع بتاعته، واتكلمنا عن كل حاجه، وعرفنا السيشن ديت هنشرح فيها ايه والسيشن الجايه كمان هنشرح فيها ايه. ولكن سريعا قبل ما ابدا اعرفكم بنفسي تاني. انا اسمي محمد سالم، فرقه رابعه، كليه زراعه وانتاج حيواني. بقى لي سنه في مجال البيرسونال سكيلز ترينر، يعني ديت السنه الثانيه ليا. تمام، موجود في اكتر من مكان. خريج اصغر ليدرشيب بروجرام جامعه هارفرد. ديت عامله زي منحه كده بتقدمها جامعه هارفرد عن القياده. وبي ار في برنامج اس تي بروجرام، ده برنامج تدريب صيفي. ومسؤول الموارد البشريه في موديل الازهر الاف اي موديل، ده بيحاكي منظمه الاغذيه والزراعه تابع للولايات المتحده. وهيد اتش ار في مكان اسمه اي واي بي. طبعا بعد ما نخلص السيشن اي حد حابب يتواصل معايا، ده الرقم بتاعي وده لينكدين. ده تعريف بسيط عني. المحتوى بتاعنا النهارده هيكون عن لغه الجسد. ولكن قبل ما نتكلم او نخش في لغه الجسد هنتكلم عن السكيلز او المهارات. من اهم المهارات ديت هنتكلم عنها اللي هي الكوميونيكيشن، وهناخد بعض الانواع منها، وهنتكلم عن لغه الجسد، وفي الاخر ازاي نوظف لغه الجسد ديت في العرض التقديمي بتاعنا. لازم يكون عندك مهاره علشان تعرف تجيب فلوس، لازم يكون عندك مهاره عشان تعرف تتكلم قدام جمهور، لازم يكون عندك مهاره عشان تعرف تتعامل مع الناس اصلا في الحياه عموما. عاوز كده تعريف بسيط عن السكيلز او المهاره في 4 كلمات، مثلا 5 كلمات. ممكن حد يريز هاند ويتكلم؟ هو احنا ممكن نقول السكيلز او السكيل يعني عامة بتبقى حاجات، في منها حاجات ممكن مكتسبة، او ان انا ممكن اتعلم مهارة معينة. في مثلا يعني في حاجات اللي هو خلينا نقول في حاجات اللي هو مادية ومعنوية. ممكن مثلا كبرزنتيشن مثلا او كده عايزة اقدم عرض تقديمي للجمهور وكده، فبحتاج بعض السكيلز، والسكيلز دي هعتبرها بمثابة حاجات معنوية. في ممكن مثلا اللي هو السكيلز الماديه دي، مثلا وليكن انا عايزه اشتغل فريلانسر، فاللي هو بدخل في بعض المهارات كده زي مثلا الديزاين، يعني حاجات دي فدرات يعني. كده انا استنتج من كلامك حاجتين، ان السكيلز تقسم عندي لجزئين: جزء البيرسونال او سكيلز، وجزء الهارد او تكنيكال سكيلز. اللي لسه شرحته دلوقتي وهو ان احنا عندنا حاجات ملموسه ومحسوسه ونقدر نقيس ناخد عليها فلوس. يعني حاجه زي جرافيك ديزاين مثلا، انا عملت ديزاين معين
سلمته للعميل او سلمته للشركه اللي انا بتعامل معاها، فانا باخد على التاسك ده او باخد على البروجكت ده فلوس. فدي حاجه اسمها تكنيكال سكيلز او هارد سكيلز. الجزء الثاني اللي الباشمهندسه اتكلمت عنه هو السوفت سكيلز او البيرسونال سكيلز، وديت الحاجه اللي انا بعملها زي اللي بقدم مثلا برزنتيشن. فجميل جدا، شكرا باشمهندسه. تعريف كده عن السكيلز، وهي عباره عن، هنقول انها تعريفين بما اننا احنا قلنا ان هي عباره عن سوفت سكيلز وهارد سكيلز او تكنيكال سكيلز. فهنقول ان هي ليها تعريفين. الاول ان هي مهاره انا بكتسبها من الكليه او بنزل فرصه تدريبيه وبتعلم حاجه معينه وبناء عليها بكسب فلوس، او القدره ان انا عندي موهبه او عندي مهاره معينه بنميها، زي ان انا بقنع اللي قدامي، زي ان انا اتفوق في شيء معين او اقدم برزنتيشن او. فدي تعريف السكيلز. فهي مهاره بكتسبها من تعليم اكاديمي او مهاره بمتلكها وهي عندي فانا بنميها. فل جميل جدا. ندخل على الهارد وهو جزء تكنيكال سكيلز. احنا قلنا دلوقتي ان الهارد سكيلز ديت مهاره اقدر اقيسها زي الجرافيك، حاجه ملموسه، حاجه قدامي ظاهره واضحه، فانا بناء عليها بدفع عليها فلوس، وديت اللي مطلوبه في سوق العمل. اتخرج من الكليه مهندس دكتور خريج مثلا لغات ترجمه فده كله مهارات. طيب انا ليه بقول الكلام ده وليه بقول التعريف ده او الكلام ده كله؟ السكيلز احنا بنقسمها لحاجتين، والبرزنتيشن لازم يكون بيتكلم في موضوع معين فهو ملم باساس الموضوع، بعدين يدخل ويتدرج لحد ما يوصل للموضوع اللي هو بيتكلم عنه. زي ما احنا دلوقتي عرفنا ان البرزنتيشن هي سكيل معينه من السوفت سكيلز. السوفت سكيلز ديت حاجه معينه من السكيلز الكبيره اللي هي بتتقسم ليه؟ بتنقسم لهارد وسوفت. ثاني حاجه وهي السوفت، وهي المهارات الشخصيه والمهارات الناعمه، وديت مهاره بتكون عندي او مهاره انا بنميها لو مش موجوده عندي الناس مثلا اللي هي عندها رهاب اجتماعي. طيب فديت المهاره الناعمه او المهاره الشخصيه ديت يا اما بتكون موجوده عندك او مش موجوده، فانت بتحاول تكون تجيبها علشان تبدا تنميها. ومن الامثله على المهارات ديت التواصل والقياده والعروض التقديميه وحل المشاكل والعمل الجماعي و حاجات كتيره يعني. واهم حاجه هنتكلم عنها النهارده قبل ما ندخل على البرزنتيشن التواصل. يعني من وجهه نظركم كده التواصل ده هل هو شيء مهم؟ نقدر مثلا نعدي يوم كده من غير ما نتكلم مع شخص واحد؟ ما شاء الله كلكم تعدوا اليوم كده من غير ما تتكلموا مع اي شخص، اي حد خالص. هو التواصل يعني مهم جدا، لأنه أساس أي علاقة أو عمل أو في الآخر كده، يعني من غيره بيحصل سوء فهم مش كويس أو مش لطيف، أو بيحصل فشل في حاجات معينة. اللي هو ممكن مثلا أنا عشان أكون مثلا قلت لشخص حاجة، فهو علشان أنا ما كنتش بتواصل معاه كويس، فهو بقى عشان أنا ما قدرتش أوضح ليه أفكاري وفاهم اللي قدامي، فهو بالتالي فهم حاجة تانية. بيبقى من أهم الحاجات فعلا إن الواحد يقدر يبني بيها علاقات، التواصل الجيد. زي الفل. اكيد طبعا من غير التواصل محدش هيعرف بمعنى اصح يعيش. يعني ايه يعيش؟ هنا ما اقصدش الحياه بقى واكسجين وثاني اكسيد الكربون لا وميه برضه، لا طبعا. انا دلوقتي واحد مقدم بما اننا يعني كلنا اغلبنا كليات وعندنا مشاريع تخرج والكلام ده كله، فدلوقتي انا عملت المشروع التخرج بتاعي ورحت حاضنه اعمال، وليكن مثلا يعني حاضنه من ضمن الحاضنات. فانا ما قدرتش من خلال الفكره بتاعتي، العرض بتاعي اللي انا عامله، من خلال البيزنس موديل، من خلال كل الحاجات اللي انا عاملها في البروجكت بتاعي، ما عرضش كويس قدام الناس اللي زي مثلا زي شارك تانك مثلا. مجموعه من الناس قاعدين بيسمعوا، ما قدرتش اوصل لهم المعلومه اللي هم محتاجينها او المعلومه اللي عندي بطريقه كويسه. فلنفترض ان انت عندك فكره واو يعني جامده اخر حاجه، بس طريقه التواصل بتاعتك وطريقه توصيلك للفكره مش حلو، فهمك للفكره بتاعتك مش كويسه، فانت مش عارف توصلها او مش عارف توصل للهدف اللي انت حاطه علشان الطرف الاخر او الطرف الثاني يفهمك. فبناء عليها انت خسرت مشروع كبير او فند كبير كان هيجي لك، وانت خسرت بسبب ان انت مش عارف توصل الفكره بتاعتك. فلنفترض حاجه تانية، انت دلوقتي في الشغل ومحتاج اجازه بسبب حاجه معينه عندك في البيت، وليكن مثلا يعني الله شر مرض او حاجه، تعبان في حاجه معينه،
فانت رحت لمديرك في الشغل قلت له انا عاوز 1 2 3، انا عاوز اجازه. ليه الاجازه؟ فانت اتحركت ان انت تقول له على السبب، يعني انا محتاج اجازه. ليه الاجازه؟ ايه السبب يعني؟ والله انا يعني فضلت تتوتر كده وتقول وتتأتأ في الكلام وكل الكلام ده، المدير ما فهمش، قال لك للاسف مش هقدر اديك اجازه. فانت اتحرجت ان انت اترفضت، فمشيت، خدت بعضك ومشيت. ليه؟ علشان انت ما قدرتش توصل لمديرك ان انت عاوز اجازه بسبب ان انت تعبان، بسبب ان انت عندك ظرف في البيت. فالتواصل ده شيء مهم جدا جدا جدا. طيب تعرف التواصل ده بايه؟ هي مجموعه من القدرات المفروض ان هي موجوده عندك علشان اقدر اوصل للشخص اللي قدامي فكره معينه او مشاعر مثلا معينه. الزوج وزوجته مش هيعرفوا يتكلموا مع بعض مثلا يقولوا المشاعر اللي عندهم الا من خلال التواصل. تمام؟ حاجه معينه انت عايز توصلها مثلا لواحد صاحبك تكلمه، فالتواصل شيء مهم. بلس تعالوا بقى نوصل جزء التواصل ده في البرزنتيشن. دلوقتي احنا قلنا ان انت بتعمل عرض او بتقدم برزنتيشن، فلازم تكون فاهم الفكره بتاعتك او فاهم التوبيك بتاعك او الموضوع اللي انت بتتكلم فيه كويس جدا، محضر له كويس جدا، عارف كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه السيشن اللي فاتت قبل ما تعمل البرزنتيشن بتاعك. فجزء التواصل ده مهم، او مجموعه من المهارات بتمكن الاشخاص علشان اوصل او اتواصل مع الاخرين. فكده عرفنا بشكل عام ان التواصل مهم جدا في اي حاجه انا بعملها في حياتي، اي حاجه انا بعملها في الكليه، اي حاجه انا بعملها بشكل عام، فالتواصل مهم. دلوقتي عايزين نعرف مع بعض انواع التواصل. يعني احنا دلوقتي عندنا 4 انواع. عندنا تواصل لفظي، وعندنا تواصل غير لفظي وهو لغة الجسد، وده اللي احنا هنتكلم عنه في السيشن بتاعتنا النهارده، وتواصل مرئي، وتواصل كتابي. هناخد من كل واحدة كده التعريف بتاعها. عندنا مثلا التواصل اللفظي. التواصل اللفظي ده لما انا بتكلم مع شخص، انا وهو واقفين قدام بعض بنتكلم عن طريق الكلام اللي طالع مني ومنه، فده بيكون شفهي، وده اكثر شيوعا او ده اللي معروف بين الطرفين، يعني كلنا عارفينه. انا لما اتكلم وشخص يتكلم فاحنا كده بنعمل تواصل الكل عارفه. بالنسبه للتواصل اللي هو لغه الجسد او الغير لفظي، لغه الجسد او التواصل الغير لفظي بتكون عن طريق ايماءات او حركات بايدي، برجلي، بجسدي، مثلا بنظره عيني، بالضحكه بتاعتي، التكشيره، كل الكلام ده اسمها لغه جسد. طيب هي عباره عن ايه برضه؟ هي من ضمن اللغات بتاعت التواصل، بس ما بتحتاجش ان الطرفين يتكلموا كلام شفهي زي التواصل اللفظي، ودي بتكون من خلال نظرات، بتكون تعبير وجه، كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه. جميل. ده عباره عن التواصل الغير لفظي. نخش على التواصل المرئي، وده عباره عن التواصل من خلال رسومات، عروض تقديميه، صور، كل الكلام ده. ده انا بنقل لك من خلاله معلومه عايزك تفهمها، زي العروض التقديميه اللي قدامكم كلها، او العرض التقديمي اللي انا يعني بقدمه دلوقتي او بشرحه دلوقتي، عباره عن رسوم وشويه، يعني شويه صور وشويه كلمات ومربعات والكلام ده بتتحرك. تمام؟ علشان انا عايزك تفهم حاجه معينه، فانت من خلال العرض التقديمي اللي قدامك فانت باصص على حاجات معينه انا عايزك تركز عليها. ده التواصل المرئي. اما التواصل الكتابي وده بيكون من خلال الشتات، مثلا الرسائل، الجرايد، التقارير، الايميلات، كل الكلام ده، فده عباره عن التواصل الكتابي. كده احنا عرفنا ان هم 4 انواع تواصل. تمام؟ ونبدا دلوقتي نخش في البادي لانجوج. نيجي للنقطه اللي اعتقد الكل منتظرها، وهي حركات لغه الجسد، وازاي اوظف لغه الجسد بتاعتي. على فكره انا هنا في لغه الجسد او في السيشن ديت شرح الحاجات اللي انت هتحتاجها فقط، مع ان في لغه الجسد بس لو احنا قعدنا نشرح هناخد يعني ساعتين بس شرح لكل حركه احنا بنعملها، واحتمال نقعد 2.5 ساعة في السيشن دي. ولكن انا هنا مخصص في لغه الجسد بس الحاجات اللي انت محتاجها او محتاج تتعلمها ومحتاج تعملها في اي برزنتيشن انت هتقدمه اوفلاين قدام مثلا عدد او قدام ناس معينين وهكذا. الاول عايزين نعرف اهميه لغه الجسد. طبعا انتوا عارفين ان نسبه التواصل او النسب اللي قدامكم ديت اللي هي 7% كلام، و38 نبره صوت، و55 حركات الجسم او الوجه والذراعين، لغه الجسد يعني بشكل عام. ان التواصل علشان الشخص يفهمني او الشخص اللي قدامي وانا قاعد انا وهو بنتكلم مثلا في موضوع معين او حاجه معينه، بيفهم من الكلام 7% بس من اللي انا قلته، او الكلام 7% بيأثر في الشخص، ونبرة الصوت بتأثر
بنسبة 38%، والتنغيم بقى وأقف إمتى وأتكلم إمتى وكل الكلام ده، وحركات لغة الجسد اللي هو حرك إيدي إمتى، أحركها بالطريقة الفلانية إزاي، أقف إزاي، أبص في عينه إمتى، ما أبصش إمتى، وهكذا. كل الكلام ده بيأثر بنسبة 55%. طيب دلوقتي عايزين نعرف أهمية لغة الجسد. والأهمية أعتقد إن أنا قلتها وأنا بشرح، بتساعد على عملية التواصل بين البشر، تجنب لغة الجسد لأصحابها تدخل صراعات، بمعنى ما بتدخلنيش في مشاكل في حاجة معينة. لما أتعلمها بمعنى إن أنا بتكلم أنا وشخص في حاجة معينة، أو بقول لشخص اتفضل قوم مثلا من مكاني، أو اتفضل اقعد في المكان الفلاني، ما اشاورلوش بصبعي، إنما اشاور له براحة الكف مثلا. ديت حاجة معينة. أو لو أنا جيت مثلا لشخص معين كان قاعد على كرسي، أو قاعد مكاني مثلا، او انا مثلا بشرح سيشن معينه، فقلت له بعد اذنك يا باشمهندس ممكن تتفضل تتنقل، لان المكان ده مثلا خاص بالبنات او خاص بالدكاتره، وقلت له بصبعي كده انت قوم من هنا، مش قلت له بصبعي. دي طريقه مناسبه؟ لا. هي ممكن يعني ينزعج. هو طبعا يعني طبيعي انت كده بتأمره، اللي هو انت يا عم قوم من هنا يلا ماشي، اللي هو انت تطرد الشخص ده اول حاجه هيفتكرها. انما لما انت تروح تقول له بعد اذنك يا باشمهندس ممكن تتفضل تقوم من المكان ده، لانه خاص بناس معينه، وتشرح له الموقف، فهيحس بالاحراج وهيقوم قايم. كده بتقدمها بطريقه كويسه. طيب احنا قلنا تجنب لغه الجسد بتخليك تعبر عن مشاعرك بشكل صادق، بمعنى ان انت دلوقتي بتكلم حد وقاعد ومنتبه له، قلب راسك مثلا مين هو بيتكلم، وقاعد باصص له بالطريقه وشكل اللي هو بيتكلم بيهم، وباصص له كده ومهتم قوي. فانت كده هتحسس الشخص اللي قدامك ان هو مهم بالنسبه لك. رابع حاجه بتكشف الناس اللي قدامك اللي بتحاول تألف عليك، تلف وتدور تكذب، تبقى انت فاهمهم وعارف الشخص ده عاوز يوصل لك لايه. طيب تعمل ايه تاني؟ بتسيب انطباع كويس اول لما تقابل الشخص. انت قابلت الشخص، اول ما قابلته سلمت عليه، هل السلام يعني لو انت مثلا فارد ايدك كده والشخص هو بيسلم عليك، سلم عليك ولكن يعني بحراره، وانت سايب ايدك كده، هل يعني ممكن تعملوها كده معايا؟ شوفوا كده الموضوع، لو انت سلمت على شخص او الشخص ده سلم عليك جامد او مش جامد، بحراره او مش سايب ايده بمعنى صح، وانت سايب ايدك، هل يعني انت حاسس ان الموضوع ده كويس؟ لا. لما انتوا الاثنين تسلموا على بعض بنفس القوه او نفس الاحساس، هتحس ان في حاجه ايجابيه، او هتحس ان في شعور كويس بينك وبينه. تمام. طبعا احنا اتكلمنا فيها ان احنا بنعرف الاشخاص الكادرين وهكذا. ماشي، ايه تاني؟ تمام كده احنا عرفنا اهميه لغه الجسد في التواصل. دلوقتي دولت قدامكم كام؟ 2 4 6، دول 6. من ضمن التاسكات اللي هتطلب منكم برضو، يعني محتاج تزودوا لي على اهميه لغه الجسد في التواصل 2 كمان خلاف ال6 دول. تمام. ندخل على فائده معرفه ليه بقى اعرف انا، او اهميه معرفتي بلغه الجسد. طبعا هم كتير، يعني انا جايب منهم تقريبا 8. طبعا من لغه جسد الشخص بفهم الشخص ده فاهم حتى لو بتكلم فيها ولا لا. طبعا دلوقتي مش قاعدين قدامي، في ناس قاعده ورا الكاميرا او ورا التليفون نفسه، اللي نايم واللي قاعد على الكرسي واللي سايب التليفون اصلا ومش مهتم بالسيشن، واللي مهتم وماسك القلم والورقه وبيكتب وكل الكلام ده. انما لما الشخص يبقى قاعد قدامي ابص عليه افهم لغه الجسد بتاعته، هبقى فاهم ايه اللي بيحصل، فاهم هو فهم النقاش اللي داير بينه وبينه ولا ما فهموش. هعرف معرفه وقت انهاء الحديث وبدايته وتاثير ذلك على المستمع من خلال لغه الجسد، تكشيراته، تعبير وشه، وقت البدايه، هل انا طولت في الكلام وانا بتكلم، هل هو زهق مني وانا بتكلم، هل هو مستمتع. كل الكلام ده بعرفه من خلال لغه الجسد. معرفة قدرات المخاطب في احترام وتفهم الشخص الآخر، أفهم الشخص اللي قدامي، أفهم الشخص ده من الكلام ومن التواصل ومن لغة الجسد بتاعته. معرفة رد فعل المخاطب بالرفض أو القبول، كذلك من التعبير بتاعت وشه أو من لغة الجسد، بعد وأنا بتكلم، قرب، وهكذا. أفهم أنا وصلت المعلومة كويس للمخاطب ولا لأ. أعرف لو أنا عايز أزود من المعلومات اللي أنا بتكلم فيها، ولا كل اللي أنا قلته كافي وافي والدنيا زي الفل. والمساعدة في تطوير من أشد الإيجاب، وبناء ردود الأفعال، واستنباطها من لغة الجسد، وكل ده بالتحليل. دول 8 محتاج معاهم 2 كمان. لغة الجسد المتحفظة، الشخص اللي دايما مكشر، الشخص اللي احنا مش عاوزين نكون الشخص ده، عايزين نعرف علامات الجسد بتاعته
علشان نبعد عن الشخص ده. مش الكل بيحب يتكلم معاه، مش الكل بيقرب منه، الكل بينفر عنه. فعايزين نفهم او نعرف لغه الجسد بتاع الشخص ده. تمام. تفادي التقاء الاعين. عينك بتهرب من اللي قدامك، وده انت متوتر او عاوز تنهي النقاش بينك وبينه، ولكن بطريقه معينه. انت مش عايز تتكلم مع الشخص ده، دايما بتلف حواليك، بتبص في الساعه، بتعمل حركات كده بتفهم الشخص اللي قدامك ان انت مش عاوز تكمل او مش عاوز تتكلم معاه بشكل ما او باخر يعني. شايفين حركه الانعقاد الايد اللي الشخص ده عاملها اللي في الصوره؟ حاطط ايد على ايد، يعني عامل حاجز بينه وبين الشخص اللي بيتكلم، اللي هو انجز، انا عايز امشي، انا مش عاوز اتكلم. وده الاذرع منعقده، ايدك على بعضها زي الشخص اللي قدامك، نظرتك فيها عبث، يعني انت متضايق مكشر. اللغه ديت معناها ايه؟ انك مش عاوز تتواصل مع الشخص اللي قدامك، او انك يعني انت بتوحي للشخص اللي قدامك باللامبالاه، انت مش عاوز تتكلم. وبرضه بتدي معنى ان انت ممكن قلقان. هو يعني ايه قلقان هنا؟ انا قصدي هنا على تفادي التقاء الاعين. انت مش عايز تتكلم مع الشخص، انت مستعجل، انت وراك حاجه، فبتوحي بالقلق. وبرضه الناس ما بتحبش الشخص ده او ما بتحبش تتكلم مع الشخص ده علشان لغه الجسد بتاعته متحفظه. طبعا يعني احنا كلنا بنمر بحاجه زي كده، او بيكون لينا وقت مش عاوزين نتكلم مع الاشخاص اللي قدامنا. ده طبيعي، انا مش بقول ان هو مش طبيعي، ولكن احنا بنمر بالحاجات دي في اوقات معينه. ولكن نوظف بقى الجزء ده ان احنا ما نعملوش في اي عرض تقديمي او اي عروض احنا بنقدمها او بنشرحها. اهو اللغه دي معناها انك رافض التواصل، توحي باللامبالاه وتوحي بالاحباط والقلق. فمن المتوقع بعد اللغه دي ابتعاد الاخرين عنك وعدم ترحيبهم بالتواصل والحديث مع صاحب اللغه دي. لغه الجسد المفتوحه او الغير متحفظه. فتحه الايد كده ديت علامه من علامات لغه الجسد المفتوحه. ان هنتكلم فيها عن حاجات كتيرة جدا النهاردة، ولكن بتخصص أكتر، بمعنى إن إحنا هنتكلم عن التواصل البصري والابتسامة والمصافحة، الصوت بتاعك، حركة الرأس بتاعتك، المشي بتاعك والرجلين، وحركة إيدك وحركة الأقدام. ديت الحاجات اللي إحنا هنتكلم عنها، حاجات بتوحي للشخص اللي إحنا بنتكلمه إن إحنا معاه، ان احنا بننصت له، ان احنا فاتحين له حوار، او التواصل بتاعنا معاه هيكون كويس. طيب نبدا باول حاجه، التواصل بالعين. اول حاجه التواصل البصري، نبعد عن الشخص اللي هيطلع لنا دلوقتي ده مش تواصل بصري، ده انت كده بترعب اللي قدامك، فنبعد عن الشخص ده نرجعه تاني مكانه. التواصل البصري، علشان اتواصل بصريا مع اللي انا بتكلم معاهم او مع الجمهور بتاعي، لازم النظره بتاعتي تكون مباشره وثابته، ما اكونش ابص يمين وشمال في الثانيه بتاعي 30 ثانيه 30 مره. لا، انت هادي طبعا، بتوزع نظراتك على كل اللي قاعدين بشكل متساوي، توزعها بطريقه مناسبه. تمام. ودي من خلالها هتعرف مين اللي معاك وفهمك، ومين اللي زهقان. ومن خلال النقطه ديت هتبدا تتعامل مع الناس اللي زهقانه ديت، هتركز معاها اكتر. ومن خلال تركيزك ده هتخلي الشخص اللي زهقان يركز معاك. فانت كده جمعت الناس الزهقانه، خليت المجموعه كلها تركز معاك. كده انت عندك لازم نظرتك تكون مباشره وثابته، وده بيوحي بالثقه بنفسك وبالاهتمام بالحضور. ده اهم حاجه. الشخص اللي جاي او الشخص اللي بيحضر المحاضره او السيشن ليك، هو جاي علشان يستفيد وانت تهتم بيه. فلو انت ما اهتمتش بيه، هو مش هيستفيد وهيروح او هيرجع بلا استفاده. تمام. هتوزع النظرات بتاعتك على الكل من 3 ل 5 ثواني في كل زاويه. دلوقتي انت عندك مجموعه على اليمين، ومجموعه على الشمال، ومجموعه ورا، ومجموعه قدامك. العدد وليكن 50 او 40 واحد. تمام. هنقسم ال 40 دول 10 قدام، و10 ورا، و10 على اليمين، و10 على الشمال. هتبص لكل مجموعه من 3 ل 5 ثواني وتركز معاهم، تشرح لهم جزء معين. اللي على اليمين هتبص لهم من 3 ل 5 ثواني، مش شرط تكمل ال5 بالظبط، بس ما يقلوش عن ال3. تركز معاهم، تشرح لهم جزء، تركز مع دول، تشرح لهم جزء. تمام. لحد ما تخلص المحاضره بتاعتك. وانت بتشرح ما تبقاش تبص من البرزنتيشن. ومن ضمن المواقف الاوفلاين، مره كان في بنت كانت قاعده في المحاضره او في السيشن وانا بشرحها، بتحب تركز في لغه الجسد قوي. وهم طبعا البنات بيدققوا في حاجات كتيره، يعني من ضمن الحاجات ديت لغه جسد الشخص اللي قدامك. فبتشوف هل الشخص ده متوتر، واثق من نفسه، هل الشخص ده بيعرف يتكلم، هل الشخص ده يستحق ان انا اقعد واسمع له. كل الكلام ده هم طبعا بيفكروا فيه، عكسنا احنا الشباب، احنا يعني غلابه. هي بصراحه ربنا يجزاها خير، هي لفتت نظري لحاجه انا ما خدتش بالي منها، لان في بعض الاحيان
لغه الجسد، او مش في بعض الاحيان، هو اغلب الاوقات لغه الجسد ديت حاجه لا اراديه تعملها وانت مش واخد بالك. فانا بتكلم وبشرح حاجه معينه وايدي محطوطه على ايدي الثانيه، زي اول سلايد انا وريتها لكم اللي هي المتحفظه دي، ايدي محطوطه على ايدي الثانيه وانا بتكلم، وبعدين ايدي رجعتها لورا ونفس الحركه بتاعت السلايد الاولى، فلقيتها ببص لها لقيت مركزه على ايدي مش مركزه معايا على الشرط، فبدات اعدل. فديت من الحاجات اللي انت ممكن ما تاخدش بالك منها، ولكن الجمهور اللي قدامك هو اللي ياخد باله من الحاجه ديت فينبهك ليها. فمهم جدا يهتم بلغه الجسد بتاعتك. طيب نرجع تاني نتكلم عن الابتسامه. بتبان اذا كانت ضحكه كويسه او حقيقيه او صادقه. اذا كانت الضحكه صفرة بمعنى اصح بتبان على الوش. اذا كانت الضحكه فيها يعني اللي هو انا مش طايق الشخص اللي قدامي بتبان على الوش. انواع الضحكات بتبان على الشخص بسهوله، ده اغلبنا مر بيه او شافه على ناس كتيره. فالابتسامه مربوطه بلغه العين ارتباط وسيط، بمعنى الابتسامه الحقيقيه او الابتسامه الصادقه لو خدتوا بالكم هنا هتلاقوا ان الضحكه، طبعا الصوره ديت بالاي اي، الضحكه هنا هتلاقي فيه تجاعيد في العين ظاهره، وفي ناس عينيهم ساعات بتقفل. فالمهم من انواع الابتسامه ديت واللي احنا هنتكلم عنها الابتسامه الصادقه، ودي اللي بتعبر عن فرح وبيظهر من خلالها تجاعيد على الوش او حوالين العين. ومن ضمن الابتسامات ديت في عندك مصطنعه، في عندك استهزاء او ابتسامه بسخريه، في عندك ابتسامه بحب وديت فيها بؤبؤ العين بيكبر مع الضحكه ديت، وفي ابتسامه حزن فيها طبعا بيكون في يعني انحناء في الفم. دي كلها انواع ابتسامات، ولكن هنتكلم عن الابتسامه الصادقه واللي ديت لازم تكون موجوده على وشك وانت بتشرح للجمهور بتاعك. طبعا المصافحه دي اتكلمنا عنها وانا بقول لكم بعمل لكم بايدي كده، لازم وانت بتسلم على مثلا شخص معين يكون في حراره في الايد. طبعا انت ما تخلعش ايد الشخص اللي بتسلم عليه، ولكن سلم بقوه في الايد بينك وبينه، يكون نفس القوه متساويه. ودي بيكون من خلالها في اول حكم بيصدر من خلال مقابلتك. انت اول ما بتسلم بتخش السلام عليكم وعليكم السلام، سلم عليك، وهنا بيعرف بدايه الحوار او بيعرف يحكم عليك، او هو ده مش حاجه اساسيه، ولكن هو بدايه حكم اذا كان الشخص ده داخل مثلا يخلص صفقه في شركه معينه، او داخل يتكلم في موضوع مهم او مش مهم. دي الخلاصه. تمام، ندخل على نبره الصوت. عندك السبيكر او المحاضر اهم حاجه عنده هي صوته. لازم صوته يكون واضح، يكون مش متوتر وهو بيتكلم، مش متردد. نبرة الصوت بتاعة السبيكر أو المحاضر هنتكلم في الفيديو ده عن بعض الحاجات أو بعض نبرات الصوت اللي تخليك أو تخلي الشخص ده متردد. مثلا إذا كانت نبرة الصوت مترددة فده بيدل عن إيه؟ إذا كانت دافئة مثلا بتدل عن إيه؟ مترددة. مثلا أنا بتكلم مع حد يعني أنا متوتر دلوقتي، أنا مش عارف أتكلم، وعليكم السلام لو سمحت، وابدا يعني ايه مش عارف اوصل المعلومه. فهنا انا بينت للشخص اللي قدامي ان انا خايف اتكلم، اهتمامه بيا هيقل، وجودي له مش مهم. حاجه زي كده حصلت وانت بتشرح مثلا العدد، ثلاث ارباع انما الناس الموجوده مش هتهتم بوجودك. نبره الصوت ولغه الجسد اهم من الموضوع والتوبيك اللي انت بتتكلم عنه. في فيديو في اخر السيشن، يعني لو في وقت وكده هعرضه، مفيش وقت هبقى ابعت لكم اللينك بتاعه تتفرجوا عليه. زي ما قلت لكم من ضمن نبرات الصوت النبره الدافئه، واللي هي بتوحي بتعاطف وبود، اللي هي نبره انت مش معلي فيها صوتك ومش موطي فيها صوتك على الاخر محدش هيسمعك، فاللي هي متوسطه بين العاليه قوي والواطيه او اقل قوي، تكون متوسطه بين ده وده. عندك نبره الصوت اللي هي الحاده، هي العاليه جدا اللي بتوحي ان انت غضبان، انت متضايق، مش طايق حد. تمام. سرعه الكلام هنا لازم تاخد رتم معين وانت بتتكلم. السرعه في الكلام يا اما انت متحمس جدا للحاجه دي لسه بتتكلم بسرعه، عايز الشخص اللي قدامك يسمعني، انا في 1 2 3 النهارده انا عملت 1 2 3 وبتاع، فالشخص اللي قدامك اهدى بالراحه بس، ايوه ايه اللي حصل وهكذا، وهنا يبدا يهديك وتبدا تعيد له تاني الكلام. فدي الجزء ده بيوحي ان انت شخص متحمس جدا للموضوع، او انت شخص متوتر فبتتكلم بسرعه. طيب لو انت شخص بطيء في الكلام فانت يا اما تعبان او عندك ثقه وانت بتتكلم. يعني مثلا كنت في انترفيو من بالظبط الاثنين اللي فاتوا، كنت انا وشخص، فالشخص اللي كان جنبي كان بيتكلم بسرعه وما بيجاوبش الاجابه كامله، يعني يقول اول كلمه من الاجابه والباقي عاوز ينفذ الشخص اللي قدامه، فبيقول الكلام بسرعه. يقول الشخص اللي قدامي او الشخص اللي بيسالني يقوم عايد لي نفس السؤال بتاع الشخص اللي جنبي،
اقوم انا مجاوب عليه ولكن بصوت هادي، يعني بالراحه. افهم الاول السؤال، ما اجاوبش بسرعه عشان الشخص اللي جنبي كان مستعجل ما فهمش السؤال. فانا افهم السؤال الاول، تمام، هتكلم ببطء. انا كده كده مش مستعجل، ليا مده او ليا ميعاد اخلص فيه، هبدا فيه واخلص فيه. فانا عارف ميعادي، مش مستعجل، جاوبت بالراحه، ما جريتش في الكلام، خدت وقت في التفكير. طبعا ما طولتش في الوقت بتاع التفكير ده، عشان ممكن لو انا طولت في التفكير الشخص اللي قدامي هيفكر ان انا ما اعرفش، هياخد او هينتقل للسؤال اللي بعده. اخد مثلا 5 ثواني في التفكير وبعدين اجاوب بالراحه، تمام. التمرين اللي هو انا همشي بريتم معين، ما احسسش الشخص اللي انا بشرح له انا بتكلم معاه ان انا روبوت. يعني ايه ان انا روبوت؟ مونوتون او التون الواحد. وانا بتكلم مع الشخص فانا مثبت له نغمه معينه، فالنغمه المعينه ديت الشخص اللي قدامي هيحس بملل. تنجز عنه، هو انجز، هو انا اصلا يعني سامعك بالعافيه. فهنا التنغيم او المونوتون في الجزء ده بيحسس الشخص بملل. عامل زي لما انا ازود في البطء، انا قلت ان انا في البطء ان انا بتكلم بتون معين، تمام، مفيش مشكله وبالراحه. عكس ان انا لما ازود في البطء ده، تمام، ويقلب ضد اللي انا عايزه. بمعنى لو انا دلوقتي اتكلمت بالطريقه اللي انا بكلمكم بيها دلوقتي، اعتقد ان انتم هتحسوا بملل وهتخرج الطريقه ديت مش حلوه. فاحنا دلوقتي جربنا جزء من الكلام ده او من البطء الزياده، فاعتقد ان انتم مليتوا. وزي ما انتم عارفين ان احنا لا نزود قوي ولا نبطئ قوي، نكون كده متوسطين. ارتفاع الصوت، نغمه صوتك بقى، او نبرة الصوت العالية. نبرة الصوت العالية يا إما أنت عايز تسيطر، أنت في وضع دلوقتي وبتعلي صوتك فأنت القائد اللي في الموضوع وبتزعق وخلاص يا جدعان وحصل خير ومش عارف إيه وجو عبد موتة ده، تمام. أو أنت متضايق وغضبان ومش طايق حد واللي هيكلمك هتشوط ومش عارف إيه والحوارات دي كلها. أو أنت واثق من نفسك بس الصوت العالي يختلف بانك تعلي صوتك بدرجه معينه اللي هي توصل للغضب، ودرجه اللي هي توصلك انك واثق من نفسك، تمام، اللي هي برضو نفس سرعه الكلام والبطء، لا عاليه قوي ولا بطيئه ولا بطيئه قوي. محتاج ان انت شخص يا اما متواضع يا اما خجول او ضعيف. خجول ان انت مش عارف توصل اللي قدامك او تتكلم مع اللي قدامك، فانت بتوطي صوتك، يقول لك يفضل يقول لك مش سامعك مش عارف ايه. فده يقول لك هتقوم انت قايل له خلاص لا مفيش حاجه. فده الخجل بنفسه بقى. تقوم قايل المعلومه يقول لك مش بتقول ايه، تقول له لا مفيش حاجه مفيش حاجه كنت بكح بس. واعتقد يعني حصلت مع ناس كتير يعني. الصمت في بعض الاحيان احنا لما بنتكلم او بنشرح اوفلاين بيكون في مجموعه كده بتتكلم، مجموعه كده قاعده في الاخر ورا على اليمين، بيبقوا معروفين القعده بتاعتهم والمكان بتاعهم معروف. بيبقوا 5 6 كده قاعدين مع بعض، قاعدين ورا عاملين صوت عاملين دوشه. فانت وقت ما انت بتشرح بتسكت بتاع 3 4 5 ثواني كده وتبص لهم، المجموعه كلها تسكت، صوتهم هيظهر هيسكتوا. فده بدل ما تتكلم سكت فالشخص اللي قدامك سكت من السكوت بتاعك. هنا بقول لك الصمت المفروض احيانا بيكون ابلغ من الكلام، بدل ما انت تتكلم تقول له يا شباب الصوت مش عارف ايه بتاع، هم اتحرجوا فالمجموعه سكتت فهم صوتهم ظهر فسكتوا، وهكذا يعني. ندخل على الجزء بتاع الرأس. اتفضل يا باشمهندس. تمام. دلوقتي هو كان في سلايد اللي هي كانت بتتكلم عن التواصل البصري، ان احنا ازاي نتواصل بصريا وكده، فكان صوتي واضح صح؟ صوتك واضح، ايوه، لا اتفضل. اوكي تمام. اللي هو التواصل البصري ازاي نتواصل بصريا وكده، فكان بيقول مثلا ان هو نظرة مباشرة وثابتة، والمهم كان في نقطة بتقول اللي هو بتساعدك، يعني مثلا التواصل البصري بيساعدك ان انت بتعرف هما متابعين معاك ولا زهقانين. طب على افتراض مثلا ان انا ببص مثلا فلقيت حد زهقان وكده، فبالتالي ده انعكس عليا او اصبح ان هو ليه تأثير سلبي عليا، فقلل من ثقتي وكده. فايه اللي ممكن اعمله يعني as a presenter؟ ايه اللي ممكن اعمله بقى ان هو اتجنب مثلا اللي هو قلة الثقة اللي جات لي مرة واحدة لما ببص لقيت حد زهقان، فبالتالي هحس بان هو قلة ثقة وكده. فايه التكنيكس ممكن انا اخدها في الوقت ده بسرعة يعني، او اتفادى يعني الموضوع ده ان هي جميل تزود جدا، ثقتي تاني وان هو اتفادى يعني الموضوع. حلو. طبعا اي برزنتيشن انت بتقدميه بتكوني محضره قبله ومجهزه الاسئله اللي هتسال لك ومجهزه كل حاجه قبل ما تروحي برزنتيشن علشان تعرضي، صح؟ فدلوقتي بنكون
عاملين حسابنا في حاجه اسمها حقيبه البرزنتيشن، بتكون مجهزاها. وطبعا انت بتروحي بتكون مجهزه الحقيبه بتاعت الادوات بتاعت البرزنتيشن، مثلا مجهزه التولز اللي انت هتستخدميها كالعاب او اي حاجه انت هتخلي الحاضرين معاكي يستخدموها، بحيث ان انت تكسري الايس بريك اللي بينك وبين الحضور. فدي انت ممكن تستخدميها وقت شرحك للسيشن. بتكون ليها اوقات معينه، اللي هو مثلا في اول البرزنتيشن تعمليها، تعرفي بنفسك، تخلي الشباب مثلا يعرفوا بنفسهم، يكتبوا ورقه عليها مثلا الاسم، السن، تختاري مثلا حاجات معينه يكتبوا عليها يكتبوا على الورقه، تحطوها قدامهم. تمام. تعملي جو مرح شويه، بحيث ان الشباب ما تملش من السيشن. دي كلها حاجات ممكن تستخدميها او ممكن تعمليها، بمعنى تكوني عامله حسابك ان ده ممكن يحصل. يعني دلوقتي انت رايحه سيشن، فانت عامله حسابك ان ممكن الناس تمل من المعلومات اللي انا بقولها، فانا ممكن اعمل 1 2 3. الواحد 2 3 ده اجهز لهم فقرات مثلا هنستخدمها بين السلايد مثلا 10 او 15 والسلايد 30. لو احنا هنقعد اكتر من ساعتين 3 كده، اكتر من ساعتين 3، انحناء الراس احنا عندنا او هنتكلم في 4 انحناءات. هم اكتر من كده، ايوه اكتر من كده، ولكن هنتكلم في 4 بس. إمالة الرأس يمين أو يسار. طيب إمالة لما إحنا بالميل أو بالميل رأسنا كده اليمين شوية صغيرين، أو إمالة بسيطة، مش على الآخر. طب أنا ثواني نفتح الكاميرا. دلوقتي أنا بسمع أو بستمع لشخص معين، ف ببص له كده، باين راسي شوية بس كده، وببص له هو بيتكلم. ده أنا بدي اهتمام او متعاطف مع الشخص اللي بيتكلم، فانا حابب اسمعه. فانا باصص له بصه كده خفيفه، مش ما نملوش يعني، ما نملوش كده، لا يعني تكون الاماله بسيطه كده مثلا. فانا باصص له. في بعض الناس بتحط ايديها كده وهي بتتكلم، وبيتكلموا او بيستمعوا لشخص معين، روحي يدي اهتمام تعاطف شخص. تمام. والشخص ده بيقول لك ان أنا بركز معاك وبسمع كويس، اتفضل اتكلم. انحناء خفيف للرأس مع ابتسامة. أنا نفس الانحناء ده، ولكن يعني هو خفيف. أنا مش هنام له كده ولا مش هقعد له كده. أنا واقف مثلا بتكلم، فأنا بضحك ومستمع للشخص ده، الضحكة، ويكون في مثلا انحناء يمين أو شمال أو هكذا. ده برضو بيدل على الود أو الحب، وديت حركة دايما أو غالبا شائعة كتير يعني. طيب إمالة الرأس للأمام، اللي هو أنا كده مثلا أبص لتحت مثلا كده. تمام. فده ان انا يعني حزين، خجول، ان انا في ذنب مثلا عملته وحد بيعاقبني، فانا اعمل كده يعني لتحت كده، حد ايد على ايد، يعني في ايدي كده وايدي كده مثلا وراسي لتحت، وانا بتعاقب او حاسس ان انا حزين او زعلان، وقاعد مع نفسي. وديت في بعض، مش كل الاوقات، حزن او خجل وهكذا. ديت في بعض الدول او الثقافات المعينه او المختلفه بتوحي ان ده احترام، ان هو انت مثلا بتنحني مثلا، ده انت بتحترمه او بتخضع له، حاجه من الاثنين. طبعا ديت ثقافات مختلفه مش موجوده عندنا في الاسلام الحمد لله. الاماله الراس الاعلى، اللي هو رافع راسك كده وقاعد ومنفوخ على الفاضي ومرفوع وماشي كده. طبعا انا مش عارف امشي، رافع صدرك كده وباصص لفوق وماشي بقى وكده. فده يا اما انت مغرور، تمام، او انت واثق من نفسك، يعني حاجه من الاثنين. ارجع تاني، حركه على المسرح بقى. دلوقتي انا موجود على الستيج قدام مثلا ناس معينين، فانا وصلت لنقطه معينه مهمه وانا بشرح، فانا هتقدم لقدام واقول لهم نركز على النقطه ديت لانها بتتكلم عن 1 2 3. فانا مثلا استخدمت ايدي ديت وايدي ديت. تمام. انا هتكلم النهارده عن 1 2 3. طبعا مثلا هنستخدم ايدينا. اقول لهم 1 مثلا هنتكلم عن انواع التواصل، هنقول ان احنا تواصل لفظي، تواصل غير لفظي، كتابي وهكذا. خلصنا. طبعا بتقدم لقدام في النقطه دي، بستخدم ايدي علشان افهم الجمهور ان دي حاجه مهمه ويركزوا فيها. اتحرك اليمين واليسار بشكل تدريجي، وده هيساعد طبعا الحركه يمين وشمال مع توزيع نظراتي على الجمهور. ده هيخليني ان انا اعرف او انتبه على كل الجمهور، اكون مركز مع كل الجمهور، استخدم المساحه اللي انا موجود فيها، ما اقفش ثابت زي الصنم كده، عشان الناس هيحسوا ان العرض ممل. انت واقف تتكلم ثابت ما بتتحركش، وما تتحركش بعشوائيه عشان يبان ان انت متوتر او انت غير منظم. دايما ادخل الجمهور معايا، بحيث ان انا اساله
اسئله او ابني سؤال، بس مش هستنى ان انا او مش هستنى اجابه من الجمهور، بس انا عاوز ان الجمهور يتفاعل معايا. بمعنى اصح عاوزهم يهبطوا في السؤال. وطبعا كل حركه لازم يكون ليها رساله ومضمون من الحركه دي. هنتكلم عن حركه الايد، وحركه الايد دي بتخلي كلامك واضح وسهل في الفهم، وتوصل انك واثق من نفسك وكل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. وطبعا بتشد الجمهور ليك. طبعا حركه الايد لازم تكون مفتوحه زي الايد المفروضه دي. تعالوا نتكلم عن حركه الايد مفتوحه. حركه الايد المفتوحه دي انت بتركز على حاجه مهمه او شيء مهم، وراحت الكف بتاعتك مفتوحه. فانت هنا بتفهم الشخص انك واضح ومرحب جدا بالكلام اللي انت بتقوله، وواثق من نفسك، وانك كل الكلام اللي انت بتقوله يوحي الى الصدق. تشبيك الاصابع، تمام. وده تشبيك الاصابع بيدل على التوتر والتفكير العميق. انا قاعد كده حاطط ايدي في ايدي في ايدي، يعني ايدي ديت ومدخلهم في بعض كده وقاعد. يا اما انا بفكر، يا اما انا متوتر، وجوز الصوابع دولت قاعدين يلفوا كده. بفكر او متوتر، حاجه من الاثنين. او مثلا قاعد بطرقع صوابعي، ده يدل بقى على التوتر. قاعد مش مبسوط، قاعد اهز رجلي، ده يدل على التوتر. طبعا مش عارف اهز رجلي وهكذا. تمام. فديت حركه تشبيك الاصابع. تحط ايدك في جيبك وانت واقف بتتكلم مثلا مع شخص معين، حاطط ايدك في جيبك كده والشخص واقف معاه وبتتكلم. يا اما ده بيوحي انك عدم احترام للشخص ده، لو كبير، لو اكبر منك مثلا دكتور او ابوك او اي شخص اكبر منك سنا، وحاطط ايدك في جيبك وانت واقف معاه وهو بيتكلم في حاجه مهمه. انا هنا ما بتكلمش في العموم، انا كده بتكلم في النقط المهمه. بيدل يا اما انت متوتر، او انت لا مبالاه، ده طبعا على حسب الموقف، او انت عاطي انطباع بعدم الاهتمام. طبعا حركه ايدك الكتيره دي بتدل على انك متوتر. هنتكلم من دلوقتي في حركه الايد الكتيره. يعني بتحرك، انا واقف مكاني بس ايدي اللي بتتحرك. ايدي بتتحرك بشكل مبالغ فيه. ايدي بترتفع عن منطقه الصدر كده بشويه، بترتفع فوق. ده لا يفضل انك تعمله. يعني ايدك ما تبقاش اعلى من كتفك، تحت كتفك. حرك ايدك كويس. اشرح في المنطقه دي اللي هي في منطقه ما تحت الكتف، لحد حركه ايدك تكون يعني متوسطه، ما تكونش لا سريعه ولا بطيئه. علشان حركة الإيد السريعة أو الكتيرة ديت بتدل إنك متوتر أو خجول. الإشارة العدوانية، وهي الإشارة أول حاجة أو أول إشارة أنا عملتها معاكم، وهي إن أنا أشاور بصباعي لحد معين، يعني عشان أقول له اتفضل أو قوم من المكان ده، أو ديت اسمها الإشارة العدوانية. وديت أول حاجة الشخص بيفكر فيها، إن أنت جاي تمسك فيها في إيه يا عم مالك. طبعا إحنا في الخاتمة اهوت قربنا نخلص. زي ما قلنا كده جمع لكم فيها كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، بحيث الدنيا تكون بسيطة وسهلة معاكم. تمام. في النهاية احنا اتكلمنا عن كل الكلام اللي قدامكم ده، ازاي نقف، التواصل البصري ازاي نوزعه على الكل الحاضرين. اتكلمنا التواصل البصري، ازاي اوزع نظراتي، ازاي اكون مهتم بالشخص اللي قدامي، ازاي ابص مع الشخص اللي قدامي مع ابتسامه وحركه وش كويسه. حركه ايدي تكون مظبوطه ازاي. الحركه على المسرح اروح واجي ازاي، ابص للكل ازاي، وهكذا. وهي اتكلمنا عن نبره الصوت والوقوف على المسرح. احنا كده خلصنا. هختار ناس معينه تشاركني دلوقتي. بالنسبة هيكون في بس بعض الشروط اللي هنضيفها أو اللي هنحطها. إن هو هيفتح المايك، هياخد 30 ثانية يعرف نفسه، إيه الهوايات اللي بيحبها، في بروجكت أو مشروع بيشتغل عليه الفترة ديت ولا لأ. معاه من 30 ثانية لحد خليها 30 ثانية، معاه 30 ثانية كويسين، أو دقيقة، من 30 ثانية لدقيقة. تمام. الشباب هتفتح الكاميرا. البنات اللي مش حابة تفتح الكاميرا مفيش مشكلة، صوت بس. طيب هنعرف نفسنا، ايه الهوايات اللي احنا حابينها، او الهوايات اللي عندنا، البروجكت اللي احنا شغالين عليه، او فكره معينه احنا حابين نعملها او ننفذها. الثلاث حاجات دولت هيعرفوني في التعريف بتاعه. بس اهم حاجه نبره الصوت يكون ظابطها. لو يفتح كاميرا، تعابير وشه وحركات ايده عاوزين نشوفها. اسمي هاجر صبري، طالبة في كلية تجارة، الفرقة الرابعة قسم محاسبة. بحب الأشغال اليدوية أكتر حاجة، يعني بميل ليها شوية. بحب الحاجات اللي بتعمل يدويا، كروشيه، ممكن خياطة، تطريز شوية. بميل للحاجات اللي بعملها في بداية، زي ممكن أعمل بحث أو أدور على حاجة أبحث عليها بس. مش عارفة حاجة دي. جميل جدا.
في اي بروجكت او حاجه هتشتغلي عليها او شغالي عليها الفتره الجايه؟ لا، هو انا بس بتعلم تحليل البيانات، بس ما عملتش حاجة بايدي ناس يعني. جبت حاجة وحللتها بنفسي يعني. توفيق ان شاء الله. تمام ماشي. أنا السلام عليكم أولا، أهلا بكم جميعا. أنا اسمي أحمد محمد، أنا طالب في جامعة الأزهر، في الفرقة الثالثة قسم حضارة، وعندي 21 سنة، وبشتغل في محلات أحذية عندنا. دلوقتي جزء من أنشطة واتحاد طلاب، مسابقة اتحاد طلاب تحيا مصر، وبشارك في أنشطة برضو تبع وزارة الشباب والرياضة. وأنا بحب الرياضة أكتر، وبحب ألعب كرة قدم، وبروح الجيم مثلا بالليل. وبحب مثلا من ضمن الهوايات برضو والاهتمامات في القراءة والتعلم. عندي مثلا اهتمام بإن أنا أقرأ في التنمية البشرية وفي التكنولوجيا أكتر برضو. وبحب في فعاليات تطوعية، لأن بتخليني أكسب علاقات وأتعرف على ناس جديدة، وتخليني أتعلم أكتر. والقيمة والهدف يعني الشخصي هو يعني لو في بروجكت او مشروع او حاجه شغال عليها او فكره هتشتغل عليها. أنا في فكرة فعلا يعني، بس لسه ما بدأتش فعلا. بس أنا دلوقتي يعني في مرحلة الريسيرش، إن أنا بدور إن أنا هعمل فكرة كوتشي هيكون ما بيتبهدلش، الخامة بتاعته هتكون ما بيتبهدلش، وفي نفس الوقت هيكون ما بيعرقش، وفي نفس الوقت هيبقى فيه تحت في النعل بتاعه هيبقى فيه جهاز كده. ده هيبقى فيه كام حاجة تقليدية يعني هي موجودة في الساعات السمارت، بجانب حاجة تانية هتبقى إضافة ليه برضه، هتبقى مميزة أكتر للناس كبار السن والأطفال، آه، بحيث التتبع بتاعهم والخطوات وحسب السعرات الحرارية والكلام ده، ما شاء وفي الله. نفس الوقت هيبقى مريح وعملي. جميله جدا الفكره. بالتوفيق جدا ليك يا باشمهندس احمد. احييك على الفكره الجميله العظيمه ديت، ان شاء الله عليك. شكرا جدا لحضرتك. اتفضلي يا باشمهندسه بسمله. مساء الخير، أنا بسملة وليد في الفرقة الرابعة تجارة إنجلش. بحب جدا الفيديو إيديتنج والمونتاج عامة. ومن تانية ثانوي أنا بعمل ده. كنت دايما بعمل فيديوز وثائقية وكده عن تاريخ علوم مختلفة، كنت بعملها وبتنزل على اليوتيوب تبع صفحات تعليمية. في فكرة كنت شغالة عليها، فكرة براند ملابس. بدأت اوريدي في الفكرة وفشلت فيها، فلسه بقى ببدأ أطور من نفسي من الأغلاط اللي أنا حطيت نفسي فيها الأول، لأن أنا أخدت الموضوع إن أنا رميت نفسي في وسط النار زي ما بيقولوا، وما كنتش حابة حاجات كتير قوي. فلما اوريدي بقيت في الوضع لقيت إن في حاجات كتير قوي أنا ما كنتش عاملة حسابها، فببدأ تاني إن أنا أشتغل على الفكرة من أول وجديد بالتحسين من الأخطاء اللي أنا عملتها في الأول. عاش عليك جدا يا باشمهندس. طيب ممكن نصيحه تنصحها لنا بمناسبه المشاكل او الحاجات اللي واجهتك؟ طبعا لازم دراسة الجدوى، ده شيء مهم جدا، ان انا ابقى دارسة الاماكن اللي هي ممكن تكون متاحة، وانزل واشوف الماتيريال في كذا مكان. ما اسيبش نفسي ان انا مثلا اشوف هل انا بالنسبة للموضوع البراند اللي انا بتكلم فيه، لقيت انه هل افصل، هل اشتري جملة، هل ده اسعاره هتكون اعلى، ده هتكون تكلفته ازيد، خاصة ان انا من محافظة بعيدة مثلا عن القاهرة. فكل معظم المصانع والحاجات دي بتبقى هناك متاحة أكتر عن المكان اللي أنا فيه، لأن أنا من كفر الشيخ. هنا الموضوع أصعب كتير، وخاصة إن أنا مش متاح لي السفر دايما. لازم أن يكون حاسبين حوار الماركتينج أهم شيء، أهم من البراند نفسه. يكون حصل. الماركتينج عاملين له حاجة كده مخصوصة في البداية. أنا كنت لأ دوست الأول، وبعدين بقى بدأت أشوف هماركت إزاي، فدي كانت غلطة كبيرة أوي يعني أنا عملتها. جميل جدا، شكرا جدا لحضرتك على المشاركه الجميله ديت والمعلومات اللي قلتيها. كده احنا خلصنا السيشن الجميله بتاعتنا.